شوف يا معلم، قديش الدعم عندك هنا؟ منخفضة ومتوسطة وعالية وفائقة وقوية، ولو حطينا متوازنة حيعطيني نفس الشيء. وهو جهاز أصلا بيدعم 20 فريم، الآن بيدعم 60 من الداخل، شايفينه هي 60 اللي عند قوية. وهو جهاز الريدمي 9C البسيط. عمرك شفت جهاز الريدمي 9؟ شايفين الريدمي 9؟ عمرك شفت الريدمي 9 بيدعم HDR وبيدعم قوية؟ هي عالية كمان، عالية ومتوازنة وسلسة وهي قوية وHDR، وهو الريدمي 9. في هذا الفيديو هنعمل أجهزتنا نفس ما انتم شايفينها أمامكم من الداخل. كونوا معنا، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد. وخلينا نيجي إلى المفيد والتفاصيل المفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. اليوم فيديو مهم وأنتم بتنتظروه من زمان، وأنا بأجل فيه. ليش؟ لأن الفيديوهات كتير ومش عارف من وين أبدأ. أحيانا ممكن بدي أجي أعمل فيديو تتشربك معي الأمور، بقوله من وين أبدأ أعمل هذا ولا أعمل هذا، فبالتالي أجي دور إني أعمله. اليوم بدنا ندعم اللعبة زي ما حكيت لكم المرة الماضية من الداخل. اللي تدعم 20 خليها تدعم 60 من الداخل. يعني مثلا الريدمي 9 شايفه هيو، انا بدعم معي الان HDR وقويه. هيو HDR وقويه، مش عارف عادي مبينه عندكم ولا لا. المهم هذا HDR وقويه. هنخلي اجهزتنا الان تدعم، اللي بدعم 20 يدعم 60، وكل الاجهزه تدعم 60 اللي عند قويه ولوزين للوز. شرح كامل وتفاصيل. بس بدي منك لايك، وبدي منك تركز معي عشان تعرف التفاصيل، عشان تخرج بالنتيجه هذه، النتيجه الرائعه من خلال هذا الفيديو. كونوا معنا دائما، لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه. وخلينا نروح للشرح المفيد. صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد. الآن هي لعبة ببجي. أنا معي جهاز اللي بأجرب عليها، نجرب على الجهاز اللي هو الريدمي 9C، وهي عندنا كمان الريدمي 9. عندنا اللي هو ببجي. نفتح ببجي نشوف، وهنا فتحنا اللعب. نيجي على الإعدادات ونيجي على الرسومات. قديش بيدعم الجهاز؟ بيدعم سلسة منخفضة ومتوسطة ومتوازنة لعند خلصنا، وعالي الدقة ما في شيء. الآن بدنا بشكل خرافي أخلي لك الجهاز تبعك يدعم الدعم اللي ما تتوقعه. هو بيدعم قديش؟ 90 فريم. هخلي لك إياه يدعم من الداخل 60 فريم. ولكن اتبع معي الخطوات الآتية بدقة، ولازم تركز معي. إذا ما ركزت مش هيشتغل معك. خلينا نبدأ على بركة الله. الخطوة الأولى هنروح على جوجل بلاي. شايفين جوجل بلاي؟ تكتب في البحث GFX تولز، هي لحالها اجت. الآن في عندنا GFX تول. شايفين هذا التطبيق اللي شكله هيك؟ هي اسمه. الآن بدنا نعمله تثبيت. القصة مش في التثبيت، القصة في الإعدادات اللي هتخليها تطلع معك 100%. ركز معي. بعد ما ننزل هنقول له فتح، هيفتح معنا زي هيك. هنقول له سماح، هيفتح معنا زي هيك. اطلع معي هنا ايش كاتب لي هنا في الملاحظات. يقول لك هنا انه قد لا تظهر ال60 وال90 في اعدادات اللعبه، لكنك ستشعر بها. لكن احنا هنعمل الاعدادات ما تقلق. هنقول له هان اندر ستاند. الان طلعت لي خيارات. هذه الخيارات هذه حسب اللعبه اللي عندك. انت ببجي ايش عندك؟ انا مثلا ببجي عالميه. في واحد ثاني بيقول لي ببجي هندي، واحد ببجي صينيه. عندك هي الجلوبال، وعندك الهنديه، وعندك الصينيه والكوريه والتايوانيه والفيتناميه واللايت والجلوبال البيتا. احنا عندنا العالميه، اغلبها اللي بيلعبوا عندنا العالميه. هي العالميه. يجيك دعايه بتقول له اكس، وهي اكس. فتح لي الاعدادات هذه اللي قدامك، اللي هي السر في عمليه اللي هو انه يدعم عندك وتكون اللعبه سلسه وحلوه وزاكيه. نيجي اول حاجه الريزوليوشن. احنا عندنا الريزوليوشن مكتوب ديفولت، يعني هنا الريزوليوشن خليها زي ما هي. طبعا عندنا الاعدادات الان احنا هنتعامل فيها. يعني انت كمعالج اللي عندك، المعالج ما بيدعم قوي، ولكن الان اعدادات الصحيحه ركز فيها عشان تدعم جهازك بشكل صح وتطلع معك الاعدادات. الجرافيك، الرسوميات سموث سلسه، وفي بالانس. انت ممكن تحطها سموث وممكن تحطها اللي هو بالانس. خليها بالانس. عندنا الاف بي اس نضغط عليها. الاف بي اس انت الان لعند 60، هاي 60. اذا جهازك بيدعم اكتر من 60 حط اللي 90. اذا جهازك بيدعم اكتر من 60 حط اللي هو ال90. يعني اذا جهازك بيدعم 120 حط ايش؟ ال90. نيجي الان لانتي اليسنج. هنا بتعمل لي اياها بدل ديسيبل. انت جهازك يعني او اقتصادي هتحط 10 اكس. اذا عالي جهازك شوي حط 4 اكس.
هنا عندنا الستايل، اعمل لي اياها اللي هو كلاسيك. هنا الكواليتي هنا خليها لو، هذه الكواليتي خليها مش ميديوم، خليها لو. ممكن تحطها ميديوم بس انت خليها لو عشان يكون عندك اللعب سلس. نيجي للي بعدها سيبها زي ما هي، واللي بعدها سيبها زي ما هي، واللي بعدها اللي هو سيبها اللي هو يختارها الجهاز. وهذه كلها اللي انت شايفها خليها ديفولت. وهنا مؤثرات اللي هو لايت افكتس، مؤثرات عندك الضوء، هنا ممكن تخليها ديسيبل، ممكن تخليها اللي هو منخفضة. وعندك هنا الجرافيك خليها زي ما هي ديفولت. وعندك هنا اللي هو جي بي يو خليها ديسيبل. وهنا عندنا اللي هو الساوند، ممكن نعملها الساوند كواليتي اللي هو الصوت خليها على يعني على اعلى شيء. واذا جهازك معالجه من 700 وشي خليها الترا، خليها هاي. وعندنا في الاخر اللي هو ديسيبل. وعندنا هنا السيف. الان بدنا نحفظ، نقول له ماشي انيبل عشان نحفظ، هذه انيبل اخر واحد عشان احنا بدنا نحفظ. هي الاعدادات كلها امامكم زي ما انتم شايفين، كل الاعدادات هذه الاعدادات السليمه اللي هتطلع معنا اللعب ان شاء الله زي ما انتم عايزين. هنيجي الان نركز مع بعض برضه، نيجي نقول له اكسبت. الان بنعمل اكسبت، بدنا نحفظ خلاص، هي اكسبت. اجانا دعايه ماشي اوكي اغلاق. الان في عندنا خيارات 1 2 3، هو كاتب لي ملاحظات ضروريه لازم احنا نشوف ايش الملاحظات هذه. هنا في الكلام المكتوب هنا بقول لك انه روح على مساحه التخزين واعمل مسح البيانات كلها، وارجع كمان على الاذونات واعمل الاذونات للتخزين، وارجع للاداء، وبعد هيك هتشغل اللعبه. طلع ايش بدنا نعمل، نقول له هنا اندرستاند، تمام التمام فهمنا. حولني مباشره على وين؟ على الببجي، على معلومات التطبيق. في عندنا هنا الغاء التثبيت ومسح البيانات. الان مسح البيانات اللي هنعمله مش هيعمل شيء، تقلقش، مش هيمسح عنك البيانات كلها من الجهاز. هتيجي هنا مسح البيانات، وهنا ايش؟ مسح جميع البيانات. هذه الكلام اللي كاتب لك اياه ما تقلقش، مش هيروح عندك اللي هو حسابك وما حسابك. هتقول له موافق، مسح جميع البيانات، حذفنا اللي هو او مسحنا البيانات. هو اصلا بيقول لك اعمل هيك، ما تقلق، لا تقلق لا تقلق. الان في عندنا الاذونات التطبيق. اذونات التطبيق في عندنا التخزين والتقويم والميكروفون. في هنا عندنا اللي هو التخزين. ادخل على التخزين واعمل عمليه سماح وارجع وتعالي هنا على اللي هو بعد الأذونات التطبيق في أذونات أخرى، بس اعمل لي عملية اللي هو خليها اختصارات في الشاشة اللي هو الرئيسية. وعندك عرض في شاشة القفل، اعمل ليها سماح. وخلي هنا اللي هو عرض كنافذة منبثقة، وهنا كمان اعمل لي السماح، وبس بكفي. والآن اعمل لي رجوع، وبعد الرجوع هنعمل كمان رجوع. رجعنا وين؟ للجي اف اكس. الآن الاعدادات هذه هنقول له هنا ران جيم، الذهاب الى اللعبه. احنا الان عملنا عمليه مسح ورجعنا عملنا ران جيم. هندخل اللعبه نشوف. هاي اللعبه فتحت، نيجي على الاعدادات والرسوميات الجرافيكيه، وطلع يا باشا ايش صار معنا هان في الريدمي 9 سي. عندنا صار عندنا سلسه، في قويه وفي متوازنه وقويه، خلاص بكفي. كان نلاقي قبل شوي عندها منخفضه ومتوسطه، والان وموافق. هتلاحظ انه اللاج عندك خف، وهتلاحظ عندك اللعبه صارت افضل. هذا بالنسبه للريدمي 9 سي. عندنا الريدمي 9 كمان نفس الشيء. طلع كيف اعدادات الريدمي 9. طلع الريدمي 9 اعطاني اللي هو قويه ومتوازنه، واعطاني عاليه، واعطاني اتش دي ار، شايف الاتش دي ار اعطاني اياها ومعها قويه. هذا في جهاز اللي انتم بتحبوه، الجهاز الشعبي الريدمي 9. حاجه لوز يا معلم، انسى الموضوع. الان واحد بيسالني طب انا كل مره اعمل زي هيك؟ اي نعم. ايش كل مره بدك تعمل؟ الان مثلا اجيت فتحت الجهاز وبدي العب، لو بدك تلعب من هنا او من الجيم تيربو مش هتعطيك، لكن لازم تدخل على التطبيق. الاعدادات هتضلها محفوظه اللي احنا عملناها، مش هتتغير، بس انك تيجي تعمل جلوبال هتكون على جلوبال. هي الاعدادات اللي احنا عملناها ايها محفوظه، وتيجي تقول له اكسبت، هيك هتدخل. نيجي نعمل اكس للدعايه، ونقول له understand، ونيجي هنا على مسح جميع البيانات، موافق. ونيجي على الأذونات ونقول له فقط اللي هو التخزين، سماح، ونرجع بس. ونرجع رجعة
واحدة، وهي كمان مرة نرجع، وران جيم ران جيم. هيك بتبدأ معك اللعبة وموضوعك لوزين اللوز يا معلم. ونيجي على الإعدادات، ونيجي على اللي هو الرسوميات. يعطيك العافية معلم. وهي عنا الأمور زي الإعدادات ما سبتها تضلها، وهذا الريدمي 9C وباقي الأجهزة زي هيك. ويعني والعب وادعي لي. كونوا معنا دائما، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.